هل تعرف يا صديقي إن غسول الأسنان اللي أنت بتستخدمه ده ممكن يكون سبب في مشاكل كتيرة جدًا، جدًا لأسنانك وأنت مش واخد بالك؟ النهارده هنتكلم عن حاجة من أكتر الحاجات اللي ناس كتير بتستخدمها كتير جدًا وبصفة يومية وهي غسول الأسنان. إيه أنواعه وإزاي نستخدمه بطريقة صح وهل كله زي بعضه والّا لأ؟ الحقيقة إن مش أي غسول أسنان ينفع نستخدمه وخلاص، ولا أي غسول أسنان ينفع نستخدمه على طول. الموضوع فيه شوية تفاصيل مهمة أوي، أوي لازم تعرفها. أول حاجة لازم تعرفها إن غسول الأسنان ده عبارة عن نوعين. نوع غسول اسنان فيه كحول ونوع تاني غسول اسنان ما فيهوش كحول. هنتكلم عن النوع الاول اللي هو فيه كحول. النوع اللي فيه كحول ده بنستخدمه في العياده او تحت اشراف الدكتور بس، والسبب ان ده غسول علاجي، يعني بنستخدمه في حالات معينه لما بيكون عندنا مشاكل معينه ولمده معينه وبتركيز معين. لكن هل ينفع تستخدم الغسول اللي فيه كحول ده كل يوم لوحدك؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لانك لو عملت كده ممكن يحصل لك مشاكل كتير، زي اول حاجه ممكن يسبب تصبغات في الاسنان، يعني ممكن بدل ما اسنانك تبيض تلاقيها لونها بيغمق. تاني حاجه بيقلل اللعاب في الفم، ولما اللعاب يقل في الفم، اللعاب ده مش ميه وخلاص، اللعاب ده اكبر وسيله للحفاظ على اسنانك ضد التسوس وضد البكتيريا، لانه بيغسل الاسنان يوميا. لما اللعاب يقل يا صديقي، عايز اقول لك ان هيحصل لك جفاف، فالجفاف ده بيسبب تسوس الاسنان، يعني هتلاقي اسنانك سوست اكتر، التهابات اللثه عندك زادت اكتر، مشاكل كتير جدا ممكن تحصل لك بس بسبب ان اللعاب قل. فبالتالي ممكن يزود تسوس الاسنان بدل ما يقلله. يعني انت ممكن تكون بتستخدم غسول الاسنان علشان تحافظ على اسنانك وتلاقي نفسك بتضر اسنانك بدل ما بتفيدها. تعالوا بقى نتكلم عن الغسول التاني اللي ما فيهوش كحول، وده قصه مختلفه تماما. النوع ده تقدر تستخدمه بصفه يوميه واكتر من مره وعلى طول لمده طويله وبدون اي مشاكل. ليه؟ لانه هيساعدك على التخلص من رائحه الفم الكريهه، وكمان هيساعدك على تنظيف اسنانك اكتر وانك تحافظ على لونها ابيض لفتره اطول. وكمان بيقلل البكتيريا الضاره اللي موجوده في الاسنان، وبيحافظ على اللثه، وبيقلل الالتهابات اللي موجوده في اللثه، وبيخلي نفسك منعش طول اليوم. بس خلي بالك، غسول الاسنان مش بديل ابدا لغسيل اسنانك بالفرشه والمعجون كل يوم مرتين، ولا بديل لدكتور الاسنان. هو مجرد مساعد اضافي بيكمل روتينك اليومي. ولو عايز تعرف اكتر عن انسب غسول ليك مناسب على حسب المشاكل اللي موجوده عندك، ما تنساش تحجز وتشوف انسب حاجه ايه، واحنا هنساعدك ونوصل معاك لاحسن روتين يومي لاسنانك، الروتين اللي هيخلي ابتسامتك امنه وصحيه لاطول فتره ممكنه ومن غير اي مشاكل. كمان ما تنساش تكتب لنا في الكومنتس لو عندك اي سؤال او استفسار باي حاجه تخص اسنانك، هنجاوبك عليه، لان في دكتور مخصوص بيرد لنا على الكومنتس اللي موجوده في الفيديوهات. ولو وصلت معايا يا صديقي لحد هنا يبقى الكونتنت ده عجبك، ارجوك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وكان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.